عايزين نتعامل مع اولادنا، معرفش الفكره دي وصلت لكم ولا لا، على انهم شركائنا على الصراط. ودي كانت فكره خطيره جدا، فكره تخض. ان انا يوم القيامه هقف على الصراط وكل واحد هيجي ياخد حقه، وهم كمان هيجوا ياخدوا حقهم. ولا هقدر اشخط فين، ولا هقدر امنعه ياخد، ولا هقدر ابرر، ولا هقدر اقول اصل انا كنت بسعى عليكم وبجيبكم. حقه هياخد، حقه من عدم التربيه هياخد، حقه من عدم الرعايه هياخد. كلنا هيبقى عندنا 33 سنه، كلنا كتبنا وصحائفنا مفتوحه امام بعض وامام الحق العام. لو عملنا ابنائنا من اول ما نجيبهم هو شريكي على الصراط وهياخد، نظرتنا لنا مختلف تماما، الوضع مختلف. انا دلوقتي اب وبقهر وبستخدم صوت البر على الكبير والصغير، انما عند ربنا مفيش حقوق. متهيألي نعرف ان كان حد من قاعدين ولا حد من زملائنا او مش مسامح ابوه، نعرف مش مسامحين الاب والام، ويمكن مش مسامحين الجد والجد، عملوا اثروا المنتج. فبالتالي ناخد بالنا ان احنا مع شركائنا على الصراط في نفس البيوت، بس حد اتولد قبل حد فقط، حد جه قبل التاني، حد ربنا ولاه على التاني.